أحمد عبد الهادي الشلابي سياسي ورجل معارضة وأحد الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ العراق الحديث. الميلاد والنشأة: ولد في 30 من تشرين الأول أكتوبر 1945 في الكاظمية ببغداد، في عائلة شيعية عراقية ثرية ومرموقة. العائلة كانت مرتبطة بالطبقة السياسية قبل الثورة. جده شغل مناصب وزارية، ووالده كان موظفا رفيعا ورئيسا في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي. الأسرة والحياة الشخصية: متزوج من ليلى عسيران من عائلة لبنانية، وله 4 أولاد. عاش معظم حياته متنقلا بين دول مختلفة بسبب الظروف السياسية وملاحقاته، وكان له إقامة في أمريكا وبريطانيا. الدراسة والتعليم: بدأ تعليمه خارج العراق بعد مغادرة العائلة، إذ درس في الجامعة الأمريكية ثم في MIT معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة، حيث حصل على دكتوراه في الرياضيات في أواخر الستينيات. البداية المهنية: الأعمال والمصارف: في أواخر السبعينات أسس بنك البتراء في الأردن كشركة استثمارية كبيرة بدعم من شخصيات أردنية، من بينهم أفراد من العائلة المالكة آنذاك. في 1989 واجه البنك أزمة مالية واتهامات بالاحتيال المالي والاختلاس، وفشل في تلبية متطلبات البنك المركزي الأردني، مما أدى لسقوط البنك وهروبه من الأردن قبل صدور الحكم، وترك البنك لتغطية خسائر مالية كبيرة. ودين غيابيا في الأردن، وحكم عليه ب22 سنة سجن بتهم تتعلق بالاحتيال المالي، لكنه لم يقبل حكم. النشاط السياسي والمعارضة ضد صدام حسين: منذ التسعينات أصبح الشلابي قائدا بارزا في المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين، بعلاقات قوية مع دول غربية خاصة الولايات المتحدة. 1992 أسس المؤتمر الوطني العراقي INC، وهو تحالف من المجموعات المعارضة المختلفة هدفه إسقاط النظام البعثي. في منتصف التسعينات حاول العصيان ضد النظام من شمال العراق بدعم من المعارضة الكردية، لكنه فشل وواجه قمع النظام وأجبر على الخروج مجددا. العلاقة مع الولايات المتحدة ودور ما قبل غزو 2003: أصبح الجلبي شخصية محورية في واشنطن لدى بعض صناع القرار، خصوصا المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية مثل بول وولفويتس وريتشارد بيرل وغيرهم، الذين رأوا فيه صوت المعارضة العراقية الذي يمكن استخدامه لتبرير تغيير النظام بالعراق. لعب دورا مهما في تأمين تمويل ودعم سياسي من قبل الكونغرس الأمريكي لمعارضة صدام، خاصة من خلال إيراك ليبريشن آكت، الذي خصص ما يقارب 90 إلى 100 مليون دولار لمجموعات المعارضة في أواخر التسعينات. زود الجهات الأمريكية بمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل وعلاقات المزعومة بين بغداد والقاعدة، وهي معلومات اعتمدتها الولايات المتحدة لاحقا كذريعة لغزو العراق عام 2003، لكن ثبت لاحقا أنها غير دقيقة أو مفبركة. المرحلة بعد غزو العراق: المناصب الرسمية بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003: عاد الجلبي إلى العراق مع قوات التحالف، وتولى عدة مناصب مهمة مؤقتا: عضوا في المجلس الحكم الانتقالي الذي شكلته إدارة الاحتلال، رئيس هيئة اجتثاث البعث، مسؤول عن إزالة البعثيين من الجهاز الإداري، رئيس وكيل أو وزير النفط مؤقتا مرات قليلة في 2005 إلى 2006، نائب رئيس الوزراء في حكومة ما بعد الاحتلال في 2005 إلى 2006، رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي في السنوات الأخيرة قبل وفاته. لكن رغم المناصب لم يستطع الفوز بأي انتخابات شعبية قوية، وفشلت كتلته في إحداث تأثير كبير في الانتخابات الأولى بعد 2003.
الخلافات والانتهاكات والاتهامات خلال حياته السياسية. كانت هناك اتهامات كبرى لتقديم معلومات مضللة للولايات المتحدة قبل الغزو حول أسلحة الدمار الشامل وعلاقات المزعومة مع القاعدة. اتهامات بإساءة استخدام أموال المعارضة وقضايا فساد رغم عدم صدور أحكام نهائية في العراق لاحقا. اتهامات بالتعاون مع أطراف إقليمية خصوصا إيران بعد انقطاع الدعم الأمريكي، مما جعل كثيرين يعتقدون أنه تحول إلى أداة تأثير إيرانية بالسياسة العراقية. مشروع الجلبي كان يقوم على 5 ركائز: 1. إسقاط نظام صدام بالقوة الخارجية. 2. بناء نظام ديمقراطي ليبرالي سريع. 3. اجتثاث كامل للبعث كشرط لبناء الدولة. 4. الاعتماد على النخبة العائدة من الخارج. 5. تحالف استراتيجي طويل مع أمريكا. المشكلة أن كل ركيزة من ذولا انهارت بعد 2003. وهسه نجي للجزء الأهم بالحلقة: ليش فشل مشروع أحمد الشلابي بعد 2003؟ 1. فقدان الشرعية الشعبية أكبر سبب. أحمد الجليبي ما كان له عمق شعبي حقيقي داخل العراق، عاش أغلب حياته خارج البلد، ما عنده تاريخ نضالي داخلي، رجع مع الاحتلال مو نتيجة انتفاضة شعبية. بالسياسة الشرعية أقوى من الذكاء. العراق البسيط شافه جاي ويا الأمريكان، مو واحد من عندنا، وهذا خله يفشل انتخابيا، يعتمد على التعيين مو صندوق، يفقد القدرة على فرض مشروعه. ربط مصيره بالكامل بأمريكا. الجلبي بنى مشروعه على فرضية وحده: أمريكا راح تبقى وتدعمني لحد النهاية. لكن الواقع أمريكا استخدمته كأداة، وبعد الغزو صار عبء سياسي. لما فشلت رواية أسلحة الدمار الشامل، أمريكا تخلت عنه بمجرد ما انقطعت المظلة الأمريكية. فقد النفوذ، فقد الحماية، فقد الثقة الدولية. السياسي اللي يربط مصيره بالخارج يسقط أول ما تتغير المصالح. 3. اجتثاث البعث. قرار صحيح بطريقة كارثية من حيث المبدأ: إنهاء هيمنة حزب شمولي، مطلب شعبي. لكن الشلابي طبق الاجتثاث بشكل شامل انتقامي غير ذكي. أقصى ضباط إداريين أساتذة تكنوقراط. النتيجة تفريغ الدولة من الخبرات، خلق جيش عاطلين ناقمين، دفع آلاف للتمرد أو الإرهاب. صار الاجتثاث أداة كسر دولة، مو أداة عدالة انتقالية، وهذا دمر أي فرصة لبناء مؤسسات مستقرة. 4. سوء قراءة المجتمع العراقي. الجلبي كان يفكر بعقل أكاديمي ليبرالي غربي نخبوي. العراق بعد 2003 كان مجتمع مفكك جريح قبلي طائفي منهار اقتصاديا. هو افترض الديمقراطية راح تشتغل تلقائيا، لكن الواقع الناس تريد أمان قبل الحرية، تريد دولة قبل دستور، تريد خبز قبل انتخابات. الفجوة بين فكرة الدولة وواقع الناس أسقطت مشروعه. 5. ضعف الكاريزما والقيادة الميدانية. أحمد الشلبي ذكي جدا، مفاوض ممتاز، مخطط قوي، لكن مو قائد جماهيري، ما يعرف يخاطب الشارع، حضوره بارد، لغة نخبوبة. بمقابل قادة آخرين كانوا أقل ذكاء لكن أقرب للناس. السياسة بالعراق تكسب بالشارع مو بالمكاتب. يسقط الجهل ويسقط 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 عملاء صدام. 6. التحول المتأخر نحو إيران، ضربة الثقة. بعد ما خسر أمريكا تقرب من إيران، تحالف مع قوى شيعية مدعومة منها. هذا خلى صورته مهزوزة، متناقضة، انتهازية. بنظر كثيرين صار ينظر إليه هذا مع الأمريكان أمس واليوم ويا إيران. السياسي إذا فقد الثبات يفقد الاحترام. 7. فشل تحويل النفوذ إلى حزب حقيقي. الشلبي ما بنى تنظيم قوي، ما أسس ماكينة انتخابية،
ما صنع كوادر شابة، اعتمد على اسمه، علاقاته، المناصب المؤقتة، ولهذا فشل في الانتخابات. اختفى مشروعه بغيابه، ما خلف مدرسة سياسية. 8. توقيت خاطئ لشخص ذكي. بكلمة واحدة، أحمد الجلبي كان رجل مشروع نظري بزمن فوضوي دموي. ذكاءه كان مناسب لمرحلة انتقالية هادئة، لكن العراق دخل احتلال، عنف، طائفية، ميليشيات، وهذا النوع من البيئات يكسر المشاريع العقلانية ويصعد المشاريع المسلحة أو الشعبوية.